للميتنج دوت. يا ريت الكل يقفل المايك بتاعه ما عدا الباشمهندس محمد. حابين نرحب بيكم في الميتنج دوت. ان شاء الله في الميتنج دوت معانا الباشمهندس محمد حرفوش من نورمان فوستر، وحاليا بيعمل بارت 3 بتاعه في UCL في البارت سكول اوف اركتكتشر. فهنديله المايك كده يعرف عن نفسه، وحابين نشكره جدا ان هو يكون معانا النهارده، وان هو يعني لقى وقت ان هو يشارك معانا النهارده. الايفنت بشكل عام هيتقسم لقسمين. القسم الاولاني الباشمهندس محمد هيدينا ليكتشر بيتكلم فيه عن موضوع مهم جدا في العمارة. بعد كده هنفتح الأسئلة بشكل سريع، بحيث ان هو لو في اي حد عنده أسئلة للباشمهندس محمد. الموضوع ده كله هيخلص ودان ساعة بالظبط، يعني بالظبط على الساعة 9 المفروض ان هو الباشمهندس محمد هيكون عنده ميتنج. فعشان كده اللي عنده سؤال يكون محضره ويكون جاهز بيه على طول، عشان بعد الليكتشر على طول يقدر ان هو يسأله بالباشمهندس محمد. بعدين القسم الثاني من البرزنتيشن ان شاء الله، او من الايفنت، هناخد الشباب بتوع ليفل 02، هنديهم تفاصيل اكتر عن الليكتشر، وهنديهم الانترودكشن ليكتشر بتاعه الليفل، بحيث ان هو يبقى معاهم الجايد لاين اللي هم هيشتغلوا بيه في الليفل على اساسه، ونديهم الجايد لاين بشكل عام. without further ado المايك معاك يا باشمهندس محمد، ومرة تانية شكرا جدا ان انت اديتنا الفرصة دي. لا على ايه، بالعكس، ده انا بجد مبسوط قوي ان انا معاكم يعني. وعلى فكره انا اصلا اعرف مستر عبد الرحمن او باشمهندس ده عبد الرحمن، لان انا هو اصلا بنعمل برضه بارت 3 مع بعض في UCL. وهو اصلا يعني he offered me يعني this great opportunity، وانا بصراحه يعني ما صدقت بامانه يعني. انا حاسس ان انا طول عمري يعني ايه نفسي كده اعرض حاجه، يعني اعرض الافكار اللي انا طول عمري يعني طول عمري عندي كده ايه حاجه افكار بحس كده. اللي هو يعني ايه ما صدقت ان انا لقيت عبد الرحمن بيقول لي ما تيجي كده نعمل ليكتشر كده في السريع. قلت له ولا يهمك يلا بينا. بس لا فانا بالعكس، بصراحه دي متحمس شرف كبير جدا. لينا يا باشمهندس. ربنا يخليك. وبصراحه متحمس جدا جدا، ومتحمس اكتر ان انا بعد كده اسمع منكم فيدباك وتقولوا لي رايكم ايه في الكلام اللي انا قلته، عشان اعرف بس من اولها يعني لو انا عندي حاجه تتقال ولا بطل بقى الشغلانه من دلوقتي، واركز بقى ايه في الشغل وخلاص. بس عموما يعني ايه مش هطول عليكم. وهحاول انجز كده الموضوع بسرعه بسرعه، عشان اللي عايز يتفرج على الماتش النهارده واللي وراه حاجات تانية يعملها. تمام. بس بص بقى، انا النهارده هكلمكم عن السستينابيلتي. تمام. وانا بصراحه طول عمري من يوم ما دخلت اركتكتشر وانا يعني من اكتر الحاجات اللي انا باشنت عليها هي السستينابيلتي. بس انا قبل ما ابدا اتكلم انا عايز افتح البرزنتيشن. اوكي. مش بس اجيبها من الاول. سكرين. ايوه. معلش بس يا جماعه انا عندي مشاكل كتيره جدا مع اللابتوب ده، هو اصلا مش لابتوبي. طيب معلش بقى مش ماشي. حلو برضه كده. همشي دي ايه فول سكرين. آه... انا هعمل شير دلوقتي. ويندو. شايفين كل حاجه ولا لا؟ تمام كده يا هندسة، شايفين السكرين. تمام يعني. تمام. تمام لو ممكن ممتاز. تعرف عن نفسك بس الأول يا باشمهندس، وبعدين بعد كده تبدأ في الليكتشر على اعرف طول. انا مين؟ ماشي خلاص بسيطه. انا اسمي محمد احمد حرفوش. انا اصلا من اسكندريه يعني، ودرست في اسكندريه لحد الثانويه يعني. خلصت الIGCSE وبعد كده ايه عملت سنتين في مصر في هندسه اسكندريه. شوت اوت لاي حد من هندسه اسكندريه يعني. عملت اعدادي وبعد كده عملت سنه اولى عماره، وبعديها طلعت سافرت مانشستر. عملت هناك الاندر جراد، خلصت البكالوريوس بتاعتي، وبعديها اشتغلت سنة في برمنجهام في كومباني اسمها BM3، شركة صغيرة مين كانوا بيشتغلوا في الهاوسنج وريزيدنشال. وبعديها خلصت BM3
ونقلت عملت ماجستير برضه تاني في مانشستر 2 وبعديها اتخرجت، ودلوقتي شغال في فوستر اند بارتنرز. يعني ان شاء الله في شهر 8 اكون كملت سنه. وفي نفس الوقت حاليا بعمل البارت 3 اللي هي الكورس اللي بيخليك to become an architect fully qualified architect هنا في اليو كي. بس مجرد ان انا اخلصها هبقى اركتكت، والله اعلم بقى بعد كده ايه الدنيا فيها ايه يعني. بس ده بالنسبه لانا مين يعني وكده. تمام. المهم دلوقتي هنتكلم على السستينابيلتي. بالنسبه للسستينابيلتي فده توبيك انا من زمان جدا وانا very very interested فيه. وبصراحه طول عمري نفسي افهم يعني ايه كلمه sustainability، لان انا اول ما دخلت الكليه كان دايما بالنسبه لي البرسبكتيف بتاعت sustainability ايه؟ we have a climate crisis، الكوكب بيموت، مش عارف ايه، البيئه بتنهار، والحاجات دي كلها طبعا حقيقيه ماشي، واللي يقول لكم غير كده يبقى يعني ماشي كذاب. يعني الموضوع ده حقيقي 100%. ولمعلوماتكم برضه اسكندريه رقم اعتقد 13 في التوب 50 countries at risk of going underwater in the next 100 years. وفي مثلا بلاد زي بنجلاديش هتغرق كلها تحت المية برضه within the next 100 years. فالموضوع is very 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 insanely serious. تمام. واللي يقول لكم غير كده يبقى ايه بيضحك علينا. بس طول عمري كنت بفكر ان السستينابيلتي دي عباره عن ايه، ان احنا يلا تعالى ايه نعمل حاجات بيلدينج بقى ايه هاي تك وبتاع، واللي هو ايه لو انرجي كونسومشن وي 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 كل الحاجات اللي احنا ايه بنقرا عنها وبنسمعها والكلام ده كله. بس لما بدأت أقرأ أكتر وأتعمق في الموضوع اكتشفت إن sustainability هي مش مجرد إن إحنا نحاول نأتشيف one point اللي هي الإيكولوجي. إن إحنا ساعات لما إحنا بنعمل كده بننسى aspects تانية كتيرة جدا في الإيه سواء كانت الإيكونومي أو الامباورمنت اوف بيبل، اللي هو ده من أهم الحاجات أصلا في فكرة السستينابيلتي. السستينابيلتي عبارة عن إيه؟ خلينا نفصصها بكلمة بالعربي اللي هي استدامة. بدل ما إحنا بنحاول نفهمها باللوجيك بتاع الإيكولوجي، تعالوا نفهمها بالبلدي. يعني إيه استدامة؟ استدامة إن الحاجة تفضل طول عمرها بيحصل لها بروسيس، يعني مستديمة تفضل واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ما بتنتهيش. تمام. طب ما أنا دلوقتي لو عملت هاي رايز بيلدينجز هاي تك هاي مش عارف إيه، طب ما أنا كده عمال آخد من موارد البيئة وعمال أخلصها. طب هي إزاي بقت مستدامة؟ طب أنا دلوقتي لما عمال أبني المباني العملاقة دي كلها وعمال أصرف عليها فلوس 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 كتيرة، إيه اللي هيحصل في النهاية؟ ما الفلوس هتخلص برضه. ففي اسبكتس كتيرة إحنا ما بناخدش بالنا إيه منها في موضوع السستينابيلتي. فهو ده اللي انا هكلمكم عليه النهارده. والتوبيك اللي انا هكلمكم عليه يعني it might be very novel، وانا عايزكم كده يعني ايه تصحصحوا معايا ماشي، لان it's very very interesting بالنسبه لي، واتمنى ان هو يعجبكم برضه. ان توبيك جديد، وانا حتى لما طرحته ما كنتش عارف انا طرحت التوبيك ده في رساله الماجستير بتاعتي، فانا ما كنتش عارف اصلا اتكلم عليه ازاي في الاول خالص. يعني لولا الجايدنس اللي انا خدتها من الدكاتره وي وكده، فعرفت بعد كده امسك الحاجه اكتر واشوف الاستدامه ازاي ممكن تتحقق. واخترت توبيك الارتس اند ليترشر وازاي ان هو ممكن يحقق لنا الاستدامه الحقيقيه. واخدت عملت كيس ستادي، نزلت لكذا قريه في مصر، وعملت يعني ريسيرش مع الناس واتكلمت معاهم. وطبعا عملت ريسيرش بيزد على كتب مختلفه وقريتها وكده، بحيث ان انا اطلع لكم البيس اوف ورك اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. تمام. طب في الاول خالص احب ابدا بس بالكوت دي لان انا حبيتها قوي يعني بصراحه. Perhaps I'm lost in a dream world if I imagine a post-capitalist, environmentally just and sustainably joyful society. Yet unless I imagine it, I have no way to contribute to it. ودي بصراحة حاجة بتلمسني أنا شخصيا، لأن أنا ضد الرأسمالية قلبا وقالبا، بس دي حاجة تانية على جنب. تمام. وفكرة إن إزاي إن إحنا ممكن نحقق حاجة زي كده، ساعات بلوز ماي مايند اللي هو أنا إزاي ممكن أحقق حاجة زي كده. وبعد كده يجي السؤال اللي بعده اللي طرحه برضه نفس الكاتب، بيقول لك ايه can art literature or architecture do that if they can is it an imaginative as well as an interpretive project requiring a revisioning of the world's value structure. فهو بيطرح السؤال ده، والسؤال ده اللي انا اخدته الموتو بتاعي في الريسيرش. هل ده ممكن يتحقق بالفعل؟ هل احنا محتاجين نغير النظام
هل إحنا محتاجين نقلب الدنيا؟ ده اللي إحنا هنشوفه مع بعض إيه في الproject. طبعًا أنا اتكلمت معاكم من شوية إيه على إيه الdefinition بتاعتكم للاستدامة، أو أنا كنت فاهم الاستدامة إزاي، الحاجات دي كلها، تمام؟ فلو إحنا عايزين نقسّم الاستدامة بكلمات مرافضات يعني easier language، مفردات أسهل بكتير، ممكن نقول إن الاستدامة تتلخص في 3 E's، تمام؟ الeconomy، الecology، والempowerment of people. لو أنت حققت ال3 أنت كده نوعًا ما بتحقق الاستدامة، تمام؟ ولكن في نفس الوقت طول ما الواحد بيفضل يسعى أكتر إن هو يفهم كلمة استدامة، وإن هو يحاول ويسعى وإن هو ده هو الصح، هو ده الصح، لأ ده أنت غلط، ده التفسير بتاعك غلط، كل ما أنت بتlose الdiscourse بتاع الموضوع. You're not actually attempting to solve the issue. طيب دلوقتي كان في كتاب قريته كان بيقسّم الsustainability إن هم في 6 logics ممكن بنشوفهم في الarchitecture عامةً، ودلوقتي أنا هاعرض عليكم كل logic ونتكلم عنه أكتر. أول واحد واللي هو أشهر واحد ممكن نكون كلنا عارفينه اللي هو الEcotechnic. إيه الEcotechnic؟ الEcotechnic زي ما إحنا عارفينه، يعني أنا مثلًا شغال في شركة Foster and Partner، ونورمان فوستر من الpioneers اللي كانوا في المجال ده. فكرة إن إحنا يالّا بينا نستخدم إيه high tech، نستخدم بقى أحدث التكنولوجيات اللي موجودة دلوقتي، الإزاز. حتى لحد دلوقتي لو حتى عندنا في الشركة عندهم هوس بفكرة استخدام الإزاز. طب يا جماعة، طب الإزاز ده هل هو المادة المناسبة؟ الanswer دايمًا مش بيبقى ولا لأ برضه، عشان يعني برضه يعني للإنصاف. بس في هوس بيبقى باين في الEcotechnic approach، بحيث إن إحنا نستخدم كل التكنولوجيات الجديدة، إن إحنا نقعد نطبّقها، وبكده بنحقق اللي هي إيه الlow performing أو الlow energy consumption buildings. فده أول حاجة. تاني حاجة الكاتب بيتكلم عليها اللي هي الEcocentric. إيه الEcocentric؟ الEcocentric ده الإيمان إن إحنا intruders على الأرض، إن إحنا أصلًا يعني مش المفروض إن إحنا يعني نبقى موجودين على الأرض، أو إحنا حتى لو إحنا موجودين على الأرض فإحنا لازم نحاول على قد ما نقدر إن إحنا ما نلعبش في البيئة. فالconcept ده بيقول إيه، إن إحنا نحاول نستخدم كل حرفيًا الزبالة اللي إحنا بننتجها، وإزاي بقى نستخدمها في البُنا، تمام؟ طبعًا ده مش منتشر أوي، لإن أول حاجة ما بيبقاش aesthetically pleasing، يعني ما بيبقاش شكله حلو أوي إن الواحد يتفرّج على حاجات زي كده. يعني مبنى زي ده ممكن حد يقول عليه قبيح، فاهم، ممكن حد تاني يقول عليه جميل جدًا. طبعًا architecture في الأول وفي الآخر is very subjective، بس مش دي نقطتنا دلوقتي. ف فعشان كده الconcept ده مش منتشر أوي، تمام، ولكنه برضه يعني very interesting إن إحنا نقرا عنه ونشوفه. ودايمًا حتى بيقولوا إن الanswer مش إن إحنا نبني، ممكن مثلًا يبقى project هو أنا لازم أبني؟ ده يعني ده دايمًا ده من الحاجات اللي أنا باحبها جدًا، اللي هو قبل ما أبني حاجة لازم أسأل نفسي هل البُنا هو الإجابة الصح للمشكلة، والّا إحنا ممكن نحاول نحلها بشكل تاني؟ طيب الapproach التالت اللي هو الeco aesthetic. طبعًا يعني أكيد أنتم برضه اتعلمتوا في الكلية عن فرانك جيري، تمام، وأعتقد إن ده من one of the most iconic buildings ليه، اللي هي الGuggenheim Museum في بلباو. آآ الفكرة كلّها إن هُم هنا بيحاولوا يشوفوا البيئة والطبيعة بشكل romantic جدًا، تمام، بشكل إيه، ده أنا قد إيه البيئة دي فيها chaos الnature فيها عشوائية، والعشوائية دي فيها جمال، قد إيه الأشكال منحرفة ومعمولة كده ومنعوجة، وإزاي الشجرة ممكن بتطلع بشكل معيّن. طَب أنا إزاي ممكن أتعلّم من الstructures دي كلّها، وأبدأ بقى إيه أفهمها أكتر وأعرف عنها أكتر، وأبدأ بقى إيه أطبّقها في مبنى. وده اللي بيحصل دايمًا في الeco aesthetic يعني approach. آآ بيromanticize الecology والenvironment، وده برضه بيaddress فكرة الecology. طيب الecocultural، وده طبعًا يعني أنا أي حد يعرفني أنا باعشق حاجة اسمها حسن فتحي. آآ حسن فتحي أكيد برضه درسته في الكلية، وعلى فكرة أنا فاكر كويس أوي إن إحنا كنا بندرس برضه حسن فتحي في الكلية، بالذات لمّا بتدرس عن الsustainability.
لان حسن فتحي والايكو كلتشرال هو هيز ا بايونير ان ايكو كلتشرال. فكره الايكو كلتشرال عامه ان هو حسن فتحي كان مؤمن مثلا ان البيئه اللي حوالينا المحيطه بينا في اي مدينه او في اي كونتري، يعني اي بلد، دايما عندها كلتشرال هيريتج رهيب. الناس دي بقى لها سنين عايشه في البيئه دي، وبقى لهم سنين بيبنوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فهم اتعلموا من اخطائهم اللي فاتت. كل شويه بيبني على اللي فات، بيبني على اللي فات، بيبني على اللي فات. فبيوصل لمرحله ان هو هي بيرفكتد الايه، البيلدينج. they've created a masterpiece. فهو كان شايف ان احنا لازم نتعلم من البيئه اللي احنا فيها ومن اجدادنا، ونبدا نستخدم الحاجات دي في الاركتكشر بتاعتنا. فعشان كده الايكو كلتشر بيعتمد اعتماد كلي على الماضي، وازاي ان احنا نفكر فيه في المستقبل. آه الايكو ميديكال ده الفيفث ابروتش. ايه الايكو ميديكال؟ الايكو ميديكال عباره عن فكره علاقه البني ادم بالبيئه. ازاي يبقى فيه فكره المنتل هيلث، وازاي ان احنا ممكن نساعد البني ادم عن طريق ان احنا نفهم الريليشن شيب ما بين اللي جوه واللي بره. واكبر دليل واكبر يعني ابروتش ممكن تشوفوا فيه الحاجات دي هي العماره اليابانيه. اليابانيين اصلا مؤمنين ان الخشب ماده ليها روح، يعني حرفيا سبيريت، زي ما البني ادم ليه سبيريت كده. هم مؤمنين ان اصلا التمبر ماده ليها روح، ولازم تحترم الروح دي. عشان كده تشوف مثلا الجوينري، الجابانيز جوينري في الاركتكتشر بتاعتهم تحفه. فاهم؟ ليه بنشوف الحاجات دي؟ او ليه بيحصل كده؟ لان هم الناس دي بيوصلوا لمرحله من الديديكيشن ومن فهم الحاجه، ان هم عمرهم كله والجنريشنز كلها بتبدا تفضل واحد ورا التاني يعمل الحاجه دي. فبيوصلوا للجمال والفهم للماده اللي ما حدش تاني يقدر يفهمه. انا لو رحت دلوقتي او اي حد فيكم راح مثلا اليابان وشاف لوح الخشب ده بيشوف الجمال، بس انت تعرف ازاي تبني الحاجه دي بالظبط. انا حاولت قبل كده اعمل جابانيز جوينري، ماسيف فيلير، يعني حاجات عره خالص ان انا عملتها. بس في نفس الوقت ما هو ده بيجي بقى من ايه؟ من فكره ان البني ادم بيحترم الكالتشر بتاعت المكان وبيحترم السبيريت. فعشان كده ده الابروتش اللي هو الايكو ميديكال، ان انت بتفهم السبيريتس بتاعت المواد، بتفهم السبيريتس بتاعت المكان، وبتحاول ان انت تخلق لينك ما بين الهيومن والايه والسبيس. ايكو كالتشرال. وده من المشاريع اللي انا بجد يعني حبيتها جدا جدا جدا. بس هو كان كومبيتيشن على حد علمي. وما شفتش اي حاجه اتبنت. المشروع ده كان في مصر على فكره. المشروع ده كان في القرف. الفكره كلها ان هم بيعتمدوا على مواد، يعني زي ما انتم شايفين كده كونتينرز، وبيخلقوا سبيسز very interesting for the people living inside. بدل ما انت عايش في unhealthy communities، لا انت بتحاول ان انت to demolish ال unhealthiness دي، و from the least يعني the least costing materials. بتحاول ان انت تخلق اماكن جديده مليئه بالروح والكالتشر. تمام؟ بتبروموت نوع من انواع الديموكراسي في المكان. تمام؟ فده برضو من الابروتشز اللي انا بعزها جدا. آه، دلوقتي بقى خلصنا فكره السكس لوجيكس. السكس لوجيكس مشكلتها ان انت كل ما بتفكر في الموضوع اكتر، كل ما بتنسى الاركتكتشر، يعني او زي ما قلت لكم بتنسى الديسكورس بتاعت المشكله. ان انت بتحاول تحقق السستينابيلتي، بس انت كل واحد بيحاول يقول لك ده الصح، ده الصح، ده الصح. ايه الصح؟ هو ده السؤال. فانا بعد كده لما بدات اعمل ريسيرش، وجدت اركتكت اسمه فرانسيس كيري. فرانسيس كيري اللي ما يعرفش، في اركتكتشر برايس اسمها بريتسكر اووردز. دي عامله زي النوبل كده، نوبل برايس بس في الاركتكتشر. فهو في 2022 او 21 لحد علمي هو اخذ الاورد دي. كان اول بلاك اركتكت ياخد الاورد. فدي برضو كانت حاجه فيري امبرسيف يعني. آه، آم، فكرته عامه ان احنا لما نعرف قصه فرانسيس كيري. فرانسيس كيري ده كان يعني عايش في، هو من بوركينا فاسو، فكان عايش في قريه اسمها جاندو
قرية فقيرة جدًا، جدًا، جدًا وما فيهاش أي حاجة أصلًا. وبعديها هو أهله بعتوه يتعلّم برّه من وهو صغير، راح المدينة الكبيرة عاصمة بوركينا فاسو، بصراحة مش فاكر اسمها إيه، وفضل يدرس هناك، وبعديها جاله منحة إن هو يطلع يدرس العمارة فين، في ألمانيا. فلمّا درس في ألمانيا بدأ يشوف ده العمارة هناك فيها progression ومش عارف إيه وبتاع، بس كان برضه عنده فكرة اللي هو إيه، طب ما أنا ممكن أتعلّم من العمارة بتاعتنا، من المكان بتاعنا، من الروح بتاعتنا. وبدأ كان أول مشروع ليه إن هو رجع بوركينا فاسو للقرية دي وعمل الprimary school دي. الprimary school دي أخدت جوايز وكل حاجة، بس the main aspect إن هو لَم القرية كلّها، ال 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 لَم القرية كلّها وبنوها مع بعض، وحتى وهُم بيبنوها الناس كانوا بيتسائلوا أنت ليه ما بتستخدمش الأساليب الجديدة؟ ليه ما بتستخدمش كونكريت؟ ليه ما بتستخدمش مش عارف إيه؟ أنت ليه بتستخدم الأساليب البُنا دي؟ فاهم؟ فبعد كده لمّا الحاجة اتبنت القصة اكتملت، وهو ده اللي أنا باحاول أتكلّم فيه عامةً في الarchitecture إن architecture مش مجرّد إن أنت تبني، في قصة ورا الحاجة. فهو هنا دايمًا قصته لمّا تسمعها وإزاي إن هو طلع وإن هو عايز يحقق حاجة للمجتمع بتاعه، وبالفعل بدأ يحققها، ومن هنا بتيجي فكرة إن أي نجاح في أي building مش بس مجرّد إن إحنا الله ده شكله تحفة، لأ، هي إيه القصة بتاعة الbuilding؟ إيه القصة بتاعة المكان؟ وإحنا لازم نفهم القصة وساعتها هنفهم الlogics اللي وراها، يعني ال6 logics they will fall into some area. بس إحنا مش لازم إن إحنا نcategorize الحاجة into logics على قد ما إحنا لازم نفهم القصة بتاعة المكان what is the most appropriate logic for it. فاهمني؟ ده برضه من المشاريع اللي هو عاملها، ده في بنين national assembly. وبجد بأمانة يعني أنا أنصحكم إن أنتم تتفرّجوا على يعني الwork بتاع Cree Architecture. هو حاليًا فاتح الarchitecture firm بتاعته في ألمانيا في برلين، وعنده مشاريع all around Africa and very interesting and amazing projects بصراحة. I would highly recommend people to actually have a look at it. طيب، دلوقتي بقى أنا هابدأ أكلمكم على الجزء التاني من الlecture اللي هو إيه، الcase studies اللي أنا عملتها. في الأول خالص shout out لأي حد من كفر الشيخ، لأن أنا أصلًا من كفر الشيخ برضه، ماشي، وصلنا يعني من كفر الشيخ. في كفر الشيخ مدينة اسمها فاوة. فاوة دي مدينة تعتبر حديثة إلى حدٍ ما. آآ أو مش حديثة أوي. فهو تقع على شمال بسم الله الرحمن الرحيم، شمال مصر في الدلتا. فإيه اللي كان حاصل؟ اللي كان حاصل إن أيام العصر الإسلامي ظهر فكرة الاقتصاد والتجارة والحاجات دي كلّها. فطبعًا عشان الدلتا متفرّع منها التفريعات كتير، نهر النيل متفرّع هناك في الدلتا التفريعات بتاعته دي كلّها. فكان بالنسبة للتجارة بييجوا من البحر ويدخلوا بقى إيه، على بقية مدن مصر كلّها عن طريق إيه، نهر النيل. فمن هنا ظهرت فكرة إن فكرة فِوّة. فِوّة أصبحت مدينة تجارية كبيرة جدًا في العصر الإسلامي. هي ومعاها بسم الله الرحمن الرحيم، رشيد. رشيد و فعشان كده تلاقي إن من أكتر المدن اللي فيها مساجد تاريخية و وإسلاميك architecture هتلاقي طبعًا القاهرة رقم 1 ويليها رشيد، وتالت مدينة هي فِوّة، لإن كان ليها يعني heritage كبير أوي في العصر ده. المهم رشيد مع الوقت أو sorry فِوّة مع الوقت بدأت إيه، تموت شوية وتحيا شوية وتموت شوية مع العصور الإسلامية والups and downs اللي كانت بتحصل كتير دي كلّها. لحد ما جه محمد علي. محمد علي لمّا جه قال لك أنا عايز أحسّن التجارة في مصر. كلنا طبعًا عارفين النهضة الاقتصادية اللي عملها محمد علي. فلمّا عمل الكلام ده كلّه، أول حاجة ركّز عليها قال لك إحنا هاعمل revival لكل المدن اللي كانت في يوم من الأيام مدن تجارية. وبعديها محمد علي قال لك طب أنا عندي فكرة، ليه ما نشئش يعني إن فِوّة دي تبقى hub لصناعة الكليم، اللي هي إيه، كانت أياميها دي صناعة السجاد. الكليم للي ما يعرفش هي أسلوب من أساليب صناعة السجاد، تمام. هو بيبقى manual work وهاوريكِ دلوقتي صور ليه شوية كمان. وبجد
بتبقى كلها معموله من الصوف. هي بتبقى عباره عن ايه، خرفان بيربوها ويقص الصوف بتاعها وبعد كده ينضفوه وبتاع والحاجات دي كلها، ويقعدوا يسرحوه كده الصوف، ويعني ويدخل بقى بعد كده يديله صبغه. وبعد كده بيبقى عندك ايه البكر بتاع الصوف ده كله، وبيستخدموا بقى كوتون سترينجز، وبعد كده يبداوا يحطوا فيه الصوف ده لحد ما يطلع منها ايه السجاده. فدي فكره الايه الكليم. في فتره من الفترات مصر كانت اكبر دوله منتجه للكليم في عصر محمد علي برضه، وفضل الموضوع ده كذلك لفتره طويله جدا جدا جدا. كان الكليم ده بيتصدر لمصر، الدول العربيه كان بيصدروه لروسيا، كان بيصدروه لاوروبا، الحاجات دي كلها. لحد ما بدات فكره ال 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 الثوره الصناعيه. وطبعا مع الثوره الصناعيه جت فكره ايه المصانع. ففتحوا بقى المصانع فين؟ في فوة. جالهم ايه كومبيتيتورز، جالهم فكره النساجون الشرقيون، ماك، الحاجات دي كلها. فمن هنا بقى بدأ ايه يحصل ايه التدهور لصناعه الكليم. طيب انا بقى عايز اكلمكم الاول على ذا بيبل اوف فوة او البشر اللي هناك. آه زي ما انتم شايفين كده على ايدكم اليمين، دي ايه البكرات اللي هي الكوتن سترينجز اللي انا كنت بقول لكم عليها. والناس بقى ايه دلوقتي بيعملوا اللي هي الحاجات الصوف، وبيقعدوا يدخلوها واحده بواحده كده زي ما انتم شايفين. فالموضوع بياخد وقت طويل جدا و فيري هيكتيك بروسيس، بس الاوتبوت بيبقى تحفه. بس طبعا يعني لو انت هتنتج واحده من دي قصادها المصنع هينتج كام؟ 20 30. فمع الوقت الصناعه دي كلها بدات تموت، وفوة بدات اصلا تموت فيها فكره الكليم. انا يعني عمي كان بيروح فوة كتير جدا وكان شغال هناك، وكان قايل بيقول لي يعني الناس كلها كانت هناك كلها ايه شغاله في الكليم. ما فيش حد ما كانش بيشتغل في الكليم، القريه كلها او المدينه كلها شغاله في الكليم. اللي حصل دلوقتي ان طبعا ما بقاش في اهتمام بصناعه الكليم، والاهتمام كله بقى في الصناعه والنساجون الشرقيون زي ما قلت لكم والحاجات دي كلها. فبدات الصناعه دي اصلا تموت، ومعاها بداوا الناس يموتوا. بمعنى ايه؟ مش فيزيكلي، people started to give up on that job. دلوقتي مثلا تروح مثلا لاي حد تتكلم معاه تقول له انت يعني ابنك بيعمل كليم او بنتك او يقول لك لا طبعا انا ابني اهم حاجه بالنسبه لي ان هو يتعلم ويطلع مش عارف دكتور، يطلع مهندس، يطلع محاسب، يطلع. طيب يا جماعه، طب الصناعه دي ايه يعني خلاص كده؟ اه، بالبلدي اللي هو يعني مع اخر الجنريشن دي لما تنتهي خلاص الصناعه دي ايه هتنتهي معاها. طب ليه يا جماعه؟ ما بتاكلش عيش. يعني بمنتهى الشفافيه. اللي كان حاصل زمان ان الصناعه دي كانت هي اللي فاتحه بيوت الناس كلها. في واحد من الناس اللي انا اتكلمت معاهم كان بيقول لك ايه، بيقول لك احنا دلوقتي لو كان واحد مثلا اتقدم لواحده واهله بيسالوه انت بتشتغل ايه، يقول لهم مثلا انا شغال في الحكومه او انا مهندس، يقول لك لا انت مش شغال في الكليم احنا هنرفضك طبعا. ده حقيقي، ده اللي كان بيحصل. انت شغال في الكليم يبقى انت راجل كسيب وراجل محترم. فدي كانت الكالتشر بتاعت المكان. الناس هناك حياتهم هي الكليم، بالذات الجنريشن الكبيره. الناس دي ايه هي صناعه الكليم؟ ليه تعلقهم بالصناعه دي كبير قوي كده؟ الفكره ان مثلا الراجل اللي على ايديكم الشمال ده بيحكي لي ان هو صغير كان ابوه كان يروح كل يوم الصبح يروح الايه الورشه بتاعته ويقعد يعمل الحاجه وبتاع، والواد نفسه يا عيني ايه يروح مع ابوه بقى والحاجات دي كلها ويشوف الدنيا بتمشي ازاي. الواد من هو صغير يقعد وهو عنده 4 5 سنين يبدأ يروح مع أبوه إيه الورشة، يقعد يتفرج على أبوه كده وعينيه بتزغلل. إزاي هو عمال شغال بالمكنة وشغال رايح جاي رايح جاي، والشغل تحفة. تمام. فبيكبر من عنده اللي هي الإيه الباشن، بيكبر جواه كده حب للحاجة اللي بتحصل دي. تمام. فايه اللي حصل؟ بيبدا بقى بعديها ابوه يبدا من هو مثلا الواد عنده 6 سنين بتاع، يبدا يديله الخيوط يقول له ايه فك لي الخيوط دي. فاهمين؟ تبدا البروسيس واحده 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 لحد ما يبقى الشاب عنده 10 12 سنه، يبدا يعمل له ايه سجاده صغننه، بعد كده يعمل له سجاده اكبر. فاهمين؟
معلش يا محمد، تقريبا انت ميوتد، فمعلش لو ده ثانيتين تقريبا او 3 ثواني لو تعمل ان ميوت تاني. تقريبا كان في حد فاتح المايك. بس كده اوكي. تمام. انا جاي ارجع هو تاني. كان في حد فاتح المايك فتقريبا الادمن عمل ميوت اول يعني 4 ثواني بالظبط. اه طيب ماشي. خلاص معلش وصلنا لفين قطعنا. طيب؟ كنت انت بتتكلم عن ان هو الشاب الصغير لما بيروح مع والده بيبدأ ان هو يعمل سجادة صغيرة ويطور فيها اه ويتعلم فكرة الكلين. انا اتمنى بس ان انا ايه ما اكونش يعني ايه اعمل لكم لا ملل يعني. بالعكس، بالعكس it's very engaging يعني. بتهيالي that's more about like the storytelling. فانت يعني موضوع ما... انا عمال ماسك نفسي عن الأسئلة بالعافية لحد الآخر يعني، فاللي هو طب انا يعني هحاول it's so اخلص بقى سريع exciting. سريع عشان keep تسألني الاسئله اللي انت عايزها. ف... keep going. فهو الشاب الصغير ده يبدا يتعلم الحاجه من هو صغير، ويبدا دايما عنده كده اللي هي ايه الانجيجمنت. وبعد كده بيوصل لسن معين اللي هو باباه بقى يبدا يقول له ايه وان هو عنده مثلا 10 12 سنه، خد يلا ابدا اعمل ايه الاول سجاده ليك. وبعد ما يعمل اول سجاده يخش في تاني سجاده وتالت سجاده، والسجاده تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تخش بقى ان انت بتبدا يعني ايه خلاص انت you're becoming يعني ايه يعني a master in the production of كليم، فاهم؟ او صناعه الكليم ذات نفسها. وهنا بقى الفكره ان انت ما تقدرش تخلق ارتست من الصفر، او سوري يعني ما تقدرش ان انت مثلا دلوقتي ما نقدرش نجيب الدوله نقول لها ايه ممكن تخلقوا لنا يعني ناس بتصنع كليم. لا مش هيعرفوا. ليه؟ القصه بتبدا من وانت طفل، بتبدا من مغامره ما بين الاب وابنه، او الاب وبنته، او الام وابنها، هكذا. ويبدا الباشن من وانت طفل. فانت لازم تزرع جواه البذره دي عشان يطلع هو اصلا فنان بالفطره، يطلع عنده حب. الصناعه دي مرهقه جدا جدا ومتعبه، والناس بتعشق الشغل فيها وعايزين يشتغلوها. ليه؟ ان هم بيحبوها. بس في نفس الوقت مهما قعد يشتغل فيها مش هيقدر ياكل العيش، مش هيقدر ياكل عياله عيش. يعني عياله هيموتوا من الجوع لان اسعارها غاليه. الكليم سعره غالي، اغلى من السجاد العادي. بس هنا فكره ان احنا لازم برضو نقدر الفن ده، ان دي قصه. وهنا برضو بنرجع نتكلم على الاركتكتشر از ستوري. دي قصه البشر اللي هم عايشين هناك، قصه الكليم. دلوقتي لما تروح هناك يعني ده مثلا يعني حاجه بيت من البيوت الاسلاميه اللي هناك، كانت الناس اصلا تشوف الورك شوبس بتاعتها في كل حته في الشوارع. دلوقتي لما تروح هناك هتلاقيها كلها في البدروم تحت الارض. الناس اصلا ما بقتش بتامبريس ذا ايديا ان هم ايه كليم ارتست، لا، او صانعين السجاد. لا، ازاي؟ خلاص انت بقيت دلوقتي يعني they look down at you. انت لازم تطلع المهندس، لازم تطلع مش عارف ايه. خسرت يعني خسرنا قيمة الفنان ده، ومعاها بتخسر الصناعة كلها. طيب دي مثلا حاجات من من السجاد اللي هم بينتجوه. السجادة اللي على الشمال دي عندي في الأوضة، لما تجي المرة الجاية لازم أوريها لك يا مستر عبد الرحمن. بس المهم يعني دلوقتي بقى هتدخل لكم على إيه القرية التانية، قرية النزلة. تمام. النزلة دي في الفيوم. شاوت اوت لأي حد من الفيوم، عشان الفيوم دي إيه من أحلى المحافظات اللي في مصر أصلا. أقسم بالله أنا نفسي يعني إيه أسيب إنجلترا وأنزل أقعد في الفيوم كده إيه وأعيش حياتي، عشان بجد من أحلى الأماكن اللي أنا رحتها في حياتي. آه الفيوم. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا ايه رحتوا قريه تونس، ومعاها تكونوا رحتوا ايه قريه النزله. والنزله دي هي اللي انا ايه هبدا اتكلم عليها النهارده. النزله يا جماعه بقالهم بتاع 7 اجيال شغالين في صناعه نفس الحاجه، الفخار. في الفلاحين، لو في حد منكم من الفلاحين، انا طبعا زي ما قلت لكم من الاول انا متربي في اسكندريه بس اهلي من الفلاحين. بتلاقي دايما ايه البلاص. البلاص ده بيحطوا فيه الجبنه وبيخزنوا فيه ايه الجبنه والحاجات دي. فكرة البوتري أصلا ظهرت إزاي عامة؟ البوتري يا جماعة عند المصريين القدماء كان في إله اسمه خانوم. خانوم ده هو أب الآلهة.
يعني هو المفروض ان هو اسمه the father of the gods. تمام. هو كان الفكره كلها ان هو الميث او الميثولوجي بتاعته بتقول ايه، ان هو قعد على البوتري ويل بتاعته، وقعد ينحت الالهه. وبعد ما نحت الالهه قال لك طب انا هعمل بيهم ايه دلوقتي؟ انا هخلق بني ادمين عشان يعبدوا هؤلاء الالهه. تمام. فمن هنا جت فكره ايه الخليقه وبتاع والحاجات دي كلها. يعني برضو عشان ما يبقاش الموضوع سنسيتيف، الحاجات دي كلها في الايجيبشن ميثولوجي. آه فايه اللي حصل بعديها؟ لما تشوفوا في الجدران بتاعت المعابد في مصر، في معبد مش فاكر انهي واحد، مرسوم عليه اللي انتم شايفينه على ايدكم اليمين ده، فكره ان ازاي المصريين القدماء كانوا بيصنعوا البوتري دي عشان تخزين الجبنه، تخزين الميه، الحاجات دي كلها، اللي هو لحد دلوقتي انت ممكن تشوف بعض الفلاحين بيستخدموها. تمام. قريه النزله بقى بيستخدموا نفس التكنيكس اللي الفراعنه كانوا بيستخدموها. تمام. ولقوا في بعض المعابد نفس الادوات اللي اهل قريه النزله بيستخدموها في صناعه الفخار، صناعه البوتري بتاعتهم. عايز اوريكم بس يعني ايه صور كده من اللي بيحصل هناك. هنا اعتقد راجل اسمه شعبان، لحد في ذاكرتي، حد علمي. هنا زي ما انتم شايفين كده عامل حفره في الارض، وبيبدا يمسك حته الطينه. تمام. الطينه دي بيبقى منشفها من قبليها، حاطط لها نسبه ميه معينه ومش عارف ايه. بيلم الطينه دي منين؟ من على ضفاف نهر النيل. لان انتوا بس لما تشوفوا هنا كده زي ما انتم شايفين كده في نهر النيل اهو، فمن على ضفاف نهر النيل ده بيلم الطين. تمام. وبعديها بيبدا ينشفه ويحطه اهو زي ما انتم شايفينه، بيحطه كده، يحط له ميه وبعد كده يبدا ينشفه مش عارف ايه. وبعديها بيبدا بيسموها عمليه التخمير. ويمسكوا بقى الطينه دي ويحطوا لها ايه؟ تبن. عارفين التبن؟ التبن ده يا جماعه يعني شوت اوت للفلاحين برضه، هم اللي عارفين التبن. التبن بيبقى عباره عن القمح. ماشي. بيمسكوه ويقطعوه الجذر الستام بتاعته يعني. تمام. بيقطعوه لحتت صغيره قوي كده، المفروض ان هو بعد كده بياكلوه البهايم وكده. فهم بيمسكوا التبن ده ويحطوه على الطينه، ويبداوا زي ما انتم شايفين يبداوا يشكلوها. وكل شويه تلاقيه ماسك شويه تبن راميه عليها، يرمي يرمي يرمي، لحد ما يبدا يخلق ايه الشكل المدور الجميل اللي انتم شايفينه ده. ويمسك العصايه يعني بتاع الدبه دي من جوه، يقعد يطبطب عليها كده. وبعد كده من بره يبدا يعمل لها سموذنج اوت لحد ما يبقى شكلها كده ايه دوريه حلوه. وبعديها يبدا بقى ايه يحول الحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين كده. في راجل بيبقى واقف جوه وبيحط الحاجه جواها كلها جوه الفرن، ويبدا ايه يحرق الفرن. ويطلع بعد كده ايه المنتجات بتاعتهم اللي هي اللي احنا شايفينها هنا اهي. اللي احنا شايفينها اهي دي اللي بيخزنوا فيها الميه. تمام. طب ايه فكره بقى التبن والحاجات دي كلها؟ العمليه دي اصلا very sustainable in itself. تمام. ليه؟ لان الفيسلز اللي انت بتستخدمها دي عامله زي جلد البني ادم. التبن ده بيتحرق جوه الفرن وبيسيب مطرحه اشز. تمام. عامه الاشز دي بعد كده بيخلطوها مع البتاع مع الطينه، وبيعملوا بيها الزير اللي هو اللي انت بتشرب منه ميه في الشارع وكده. تمام. المهم، فدلوقتي البوتس دي ميزتها ايه؟ ان هي بتشتغل زي جسم البني ادم، عندها سكين. فلما التبن ده بيتحرق بيسيب وراه نقط، حفر صغيره كده جدا. فبيعمل ازاي؟ بيمتص الحراره من جوه ويطلعها، فبيحصل كولينج داون للبوت، زي جسم البني ادم بالظبط. زي فكره ايه العرق. تمام. هو العرق ده عباره عن ميكانيزم بيساعدنا ان احنا نحتفظ بحرارتنا ثابته عشان ما نموتش حرفيا. تمام. فهي نفس الفكره بالظبط. وعشان كده مثلا المبنى ده كان كان اركتكت مصري حب ان هو يكتشف ازاي ان احنا ممكن نستخدم المواد البناء دي في ان احنا نعمل بيها بيوت ممكن تبقى مستدامه اكتر. تمام. وكان المشروع very interesting، بس هو وقف لحد علمي عن فكره ان هم تجارب، ما طلعش اكتر من كده. نرجع بقى تاني للناس اللي هناك. دايما هتلاقيني بسترس على فكره البني ادمين بتوع القريه. البني ادمين اللي هناك حالتهم الماديه مش قد كده، عايشين يعني ايه اليوم بيوم. معظمهم برضو بيقولوا ان هم عايزين يعلموا عيالهم ايه
فكرة إن هم يتعلموا في المدارس والجامعات والكلام ده كله. طب أنت ليه مش عايزين تكملوهم يشتغلوا معاكم؟ يقول لك إيه، الناس أصلا بطلت تستخدم ال 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 البلاص والحاجات دي كلها. مين اللي بيستخدمها؟ دلوقتي أنت تروح أي بيت في مصر هتلاقي عنده ثلاجة، وكل ثلاجة محطوط فيها إيه، البلاستيك توبر ويرز والمش عارف بتاع الإزاز وي 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 وي. ما حدش خلاص بقى عنده فكرة إيه، إن إحنا بنشيل الحاجة أصلا في البلاص والكلام ده كله. طب يعني المنتج بتاعه ده هيبيع لمين؟ ما هو في الاول في الاخر حتى لو انت ارتست انت لازم حاجتك دي لازم تتباع، يعني مش هتعرف تعيش. صح ولا انا غلطان؟ فدلوقتي بدأوا يطوروا، وهو بيتكلموا معايا بيقولوا لنا، كانوا بيقولوا لي اللي هو فكره ان احنا بنحاول ان المنتجات دي بدل ما هي استخدامها لل يعني تكونتين ذا فود، ان احنا بنحاول ان احنا المنتجات دي، طب ما في سوق كبير طالع دلوقتي في الساحل، في سوق طالع في مش عارف اسمها ايه دي، العين السخنه. ليه ما نحاولش ان احنا نتارجت السوق ده؟ في ناس بتحب تحط حاجات فخار كده، مش عارف ايه، ديكوريشنز جوه البيت. بيحاولوا يغيروا من استخدام الشيء، المنتج اللي هم بيعملوه. وده في حد ذاته فكره ان هم ازاي يحاولوا يستديموا فكره الاستدامه تاني، ان انت لازم تتطور مع تطور الوقت. تمام. فدولت اهل النزله، وبجد من الاماكن التحفه اللي انتوا لازم تروحوها. اخر حاجه، وبجد عشان حاسس ان انا اتاخرت قوي، آه every kid is an artist. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ودي بقى تاخدنا للقرية الأخيرة اللي هي قرية تونس. أتمنى إن أنتم تكونوا سمعتوا عنها وشفتوا عنها إيه في اليوتيوب والحاجات دي كلها. قرية تونس اللي ما يعرفهاش، هي قرية في الفيوم برضو، مشهورة جدا بصناعة الفخار، وقرية سياحية نوعا ما حاليا، بس في ناس كتيرة جدا عايشة هناك. قرية يوجد فيها حوالي من 25 ل 30 ورشة بتاع ده بوتري، فخار. ومن اجمل واروع الاماكن اللي انت ممكن تزورها في اسكندريه، في الفيوم وفي مصر عامه. مين ام انجلو؟ اسمها الحقيقي ايفلين بوريت. ايفلين بوريت دي فنانه سويسريه. هي توفت من حوالي سنتين، ولكن الفنانه دي زمان جدا، والله مش فاكر التواريخ بالظبط، كان كان باباها ابوها يعني قسيس، وكان جاي منحة أو حاجة زي كده. كان جاي في يعني بيعمل السيرفيسز بتاعته في كنيسة في مصر. فهي قالت لك إيه، أنا لسه مخلصة جامعة بقى وبتاع، ولسه شابة في ريعان شبابها. قالت لك إيه، أنا أروح بقى إيه أزور بابا، ده مصر وبتاع تحفة، أنا لازم أشوف إيه الدنيا هناك عاملة إزاي. فنزلت وبدأت تتعرف على ناس هناك، وتعرفت على مين؟ على سيد حجاب. لو عارفين مين سيد حجاب، فهو كان شاعر مصري زمان. سيد حجاب اتجوزته وقعدت معاه هناك فين؟ في الفيوم في قرية تونس، لأن هو كان عنده زي بيت هناك. قرية تونس ساعتها كانت حالتها مزري جدا، لا في مية ولا في صرف صحي ولا الحاجات دي كلها. اللي حصل بعديها إن إيفلين يعني ما استمروش مع بعض كتير، 3 سنين واتطلقوا. وبعديها بدأت تعمل إيه؟ تور أراوند إيجيبت، وتشوف الارتس أراوند إيجيبت والحاجات دي كلها. في الفترة دي اتعرفت على مين بقى إيفلين؟ اتعرفت على رمسيس ريصا واصف. أتمنى إن أنتوا كلكم تكونوا عارفين مين رمسيس ريصا واصف. واللي ما يعرفش رمسيس ريصا واصف، فهو يعني يعتبر البيست فريند بتاع حسن فتحي، وهما الاثنين كانوا متأثرين جدا بأفكار بعض. وللي ما يعرفش، رمسيس ريصا واصف ليه ارت سنتر هناك في الحرانية في القاهرة. أتمنى إن أنا أكون بقول اسمها صح يعني. بيعملوا هناك تابستري. بجد مش عارف إيه هي التابستري بالعربي، ولكن من أعظم وأحلى الحاجات اللي أنتم ممكن تشوفوها. ولو يعني تفتحوا الفيسبوك كده أو الانستجرام، اكتبوا رمسيس ريصا واصف، هتشوفوا السنتر بتاعه شغال لحد النهارده. من أجمل وأحلى الحاجات اللي أنا شفتها في حياتي. المهم، فلما هي اتعرفت على رمسيس ريصا واصف، من أهم الحاجات اللي هو كان دايما بيقولها لها، بيقول لها إن جوه كل بني آدم أو كل طفل فنان. الفنان ده لازم تديله الحرية إن هو يبدع. لو أنت قعدت تقيديه، فهينتهي بيك الحال إن الفنان ده هيطلع موظف زي أي موظف عادي. فمن هنا جت فكرة إيه، إيفلين بوريت، إن هي تنشئ
هي كانت فنانة بتشتغل في البوتري برضه هناك فين؟ في سويسرا. فمن هنا جت الفكرة عندها في النخلة. طب أنا ليه لا أنشئ مدرسة فنون بتعلم البوتري والحاجات دي كلها هناك في قرية تونس. تمام؟ وأنشئتها. اسم المدرسة أعتقد يعني أو الفاونديشن بتاعتها اسمها بتاح فاونديشن فور أرتس حاجات كده، مش فاكر والله الاسم كده. بتاح نسبة ال... لأن برضه في الفراعنة كان عندهم آلهة للفنون، يعني يعني the goddess of arts كان اسمها بتاح، فعشان كده سمت السنتر على اسمها. بس فمن هنا بقى جت فكرة إيه؟ إيفلين بولات. ليه بيسموها أم أنجلو؟ لأن هي أول حاجة اتعلمتها إن هي لازم تفهم المكان كويس أوي. طبيعة المكان عبارة عن فلاحين. طب الفلاحين دولت عندهم الكالتشر بتاعتهم، اللبس بتاعهم، اللغة بتاعتهم. لما تشوفوا ايفلين وهي بتتكلم اصلا عربي مستحيل تقولوا ان هي اصلا ما كانتش بتعرف، يعني ان هي سويسريه اصلا. تمام؟ بتتكلم عربي لبلب، يعني زينا كده. تمام؟ وحتى زي ما انتم شايفين كده في لبسها، اول حاجه مش لابسه الجزمه ولا لابسه اي حاجه في رجليها، بني ادمه سيمبل جدا. تمام؟ وتشوف اصلا اللبس بتاعها على طول تقدر تفهم اللانجوج بتاع اي حد تاني. الناس هناك بسيطه ومش متكلفه خالص في اللبس، فالناس بدات تفهمها وتبدا تحبها. والاطفال بيروحوا لها في السنتر في المواعيد اللي هم عايزينها. ماشي؟ دلوقتي مثلا هم رايحين الغيط الاطفال، آه معلش بس على الاصوات دي. رايحين الغيط مش عارف ايه الحاجات دي كلها، راجعين من الغيط مع اهاليهم، يقوموا طالعين ايه على السنتر عند ايفلين، ويقعدوا معاها وبتاع ويتعلموا الحاجات دي كلها. فشويه بشويه هي اصلا بدات تحب فكره ان يبقى اسمها ايه ام انجلو. ابنها اسمه انجلو، اتجوز بعد كده واحد فرنساوي جه عاش في مصر اسمه ميشيل، وابنها اسمه انجلو. فبقى بيسموها ايه ام انجلو. ليه؟ حست ان هي كده بقت اقرب للناس، وادت لهم الحريه التامه ان هم يعملوا كل اللي هم عايزينه في المكان ويبدعوا. ان هي شافت الاطفال دي اصلا كل يوم بتلعب في الطين، طب ما انا اخليهم يلعبوا في الطين بس بديلهم شويه جايدنس. تمام؟ وكل واحد فيهم علمته شيء مهم جدا. بص حواليك في البيئه اللي انت فيها، بص وتعلم من المكان اللي انت فيه. لو اتعلمت من المكان اللي انت فيه هتقدر تبدع ويبقى عندك ابداع خلاق. هي طبعا ما ننساش ان هي في مصر في الاول وفي الاخر. طب ليه ما قالت لهمش بصوا على الفراعنه، بصوا على مش عارف العصر الاسلامي، بصوا على العصر القبطي، بصوا على العصر الروماني، بصوا على العصر اليوناني؟ لا، هي قالت لهم بصوا حواليكم، بصوا على الزرع، بصوا على البهايم، بصوا على بحيره هارون سوري. بصوا على الاماكن دي كلها، اتعلموا منها. هو ده المكان اللي انتوا بتاخدوا منه الباشن بتاعكم. تمام؟ وهي دي بعض صور ايه من الاماكن اللي هناك. وعجبني قوي سرب البط اللي هناك ده تحفه. والبط على فكره في الفيوم تحفه على فكره، حلو قوي 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 يعني، طعم جدا. المهم يعني ده قصه ثانيه. ويعني حاجه مختلفه برضه الزهور هناك في الفيوم تحفه، وبينتجوا ياسمين وفل وحاجات، يعني بصوا ما شاء الله يعني بصراحه ريحتها تحفه هناك. والصن فلاورز هناك مغرقه الدنيا، في الصيف بيبقى شكلها مغري جدا بامانه. اعرفكم بقى مستر مستر غزال اول واحد على اليمين، وده مستر ايهاب، وده مستر توفيق. لو اخدتوا بالكم من الرسومات اللي ورا، ويمكن انا بصراحه يعني كان المفروض اوريكم ارت وورك اكتر، بس هتشوفوا ان كل واحد ليه كاركتر معينه في الرسومات، في الطابع اللي هو بيعمله. وده ريفلكتد اصلا على طبيعه شخصيته وعلى الانترست والهوبس بتاعته. عندك مستر غزال يحب ياخد الموتوسيكل بتاعه ويطلع ايه بيه يتمشى على البحر، او يعني على البحيره اللي هناك بحيره هارون. فبيطلع بقى ويتمشى ويتفرج ويعمل الحاجات دي كلها. تحس ان هو اصلا عنده بيس اوف مايند كده. فتلاقيه دايما اشكاله هاديه جدا وبسيطه، وفيها كده سمبlicity حلوه قوي. فاهم؟ ريفلكتد على طبيعه الشغل اللي هو بيعمله. مستر ابراهيم دايما تلاقيه قاعد في البلكونه الترس، تمام، وبيتفرج على الزرع. تمام؟ لان هي قريه تونس هي عباره عن on top of hill، وتحتها بقى ايه؟ يعني كل الزرع كده ده سلوبينج داون، وفي النهايه خالص ايه البحيره.
فهو في بلكونة كده، بلكونات كتيرة جدًا منتشرة في الفيوم في قرية تونس، تحفة كلّها بصراحة، وبأمانة لمّا باقعد هناك باحس إن أنا مش عايز أروّح أصلًا، ممكن أبيت هناك حرفيًا، يعني أنام في البلكونة، تحفة، تحفة بشكل مرعب يعني. فتحس حتى شوفوا الشغل بتاعه مليان خضار، مليان زرع، مليان الحاجات دي كلّها. شوفوا بقى مستر توفيق، طبعًا مش باين أوي، بس هو عنده زرع كتير في البيت عنده أصلًا هو، وفي الورشة بتاعته. تلاقيه دايمًا بيحب يexperiment مع الزرع، يجيب مثلًا الpots وهي لسه سخنة ملهلبة، لسه طالعة من الفرن، ده بيبقى على درجة حرارة 1450 عشان بس تبقوا عارفين يعني ها، فبيجيبها ويقوم حاططها على زرعة مثلًا، فاهمين، ورق الزرع، فبتبدأ تدّي له أشكال في الpots بتاعته، هو unique جدًا في الحتة دي. فهنا بتيجي الفكرة إن أنت كلنا بيبقى عندنا الartist influenced بالpersonal أو الcharacter بتاعتك. فدي القصة بتاعة برضه إيه ال الفيوم أو sorry قرية تونس. ندخل بقى conclusion عشان أنا حاسس إن أنا إيه صدعتكم، ماشي. The research journey led me to a new definition for what sustainability is. It is the story of cultures and traditions. It is a fine timeline linking the past, present, and future. To understand the essence of traditions, we need to reflect it through art and literature. وده بجد ده اللي يلخص لك الدنيا كلها. أنا اتعلمت إن أنت لو عايز تفهم يعني إيه استدامة، لازم تفهم قصة كل مكان، تفهم عاداته وتقاليده، تفهم إزاي إن إحنا ممكن نحقق الفهم ده عن طريق إن إحنا نفهم الفنون والثقافة بتاعته، تمام؟ وعشان ألخص لكم الموضوع بقى في 5 bullet points كده حلوة. sustainability is culture. هي حرفيًا قصص. sustainability أو الاستدامة هي القصة بتاعة المكان، قصة الناس. لو قدرت تفهم الناس وتفهم ثقافتهم، هتقدر تachieve اللي هم عايزينه. الناس بسيطة، الناس مش عايزة أكتر من الحاجات اللي تخلّيها عايشة مبسوطة، تمام؟ اللي حصل في الفيوم أو في قرية تونس as a most successful example إن إيفلين فهمت الناس وبقت بتaddress them على حسب ثقافتهم. فساعتها إيه اللي حصل؟ الناس بدأوا يحبوها أكتر. وهنا تيجي النقطة التانية traditions governing sustainability. لو رحتوا هناك هتلاقوا معظم البيوت معظمها إيه؟ كل البيوت واخدة نفس الشكل اللي هو إيه؟ جاي من العمارة اللي كان مؤمن بيها حسن فتحي، الدومز ومش عارف إيه والحاجات دي كلها. هي أصلًا كانت دايمًا قبل ما أي حد يبني، لو طلع المبنى عن دورين كانت تقول لهم لأ، لو سمحتوا ما حدش يبني أكتر من دورين، ممنوع. الناس هناك كانت بتحترمها، شايفين فيها idol. فالناس هناك بدأوا يحترموها أكتر ويقدّروا مكانتها لإن هي فهمتهم، تمام. فمن هنا بتيجي فكرة إن الtraditions اللي أنت ممكن تخلقها في المكان، ممكن هي اللي تحقق لك الاستدامة. مش لازم ده الحكومة لازم تعمل كذا، لأ ده مش عارف الarchitect لازم يعمل كذا. ممكن أصلًا يبقى في طرق تانية اللي هي عن طريق الtraditions. وطبعًا أنا I don't need to emphasize this أكتر من اللازم story and human connections. زي ما أنا اتكلمت معاكم كتير على فكرة أهمية إن البني آدم يبقى فاهم القصة، وإزاي دي بتخلق الهوية بتاعة البني آدم، قصص. وبعديها نيجي لفكرة الeconomy flourishes art. من غير دخل ثابت للبني آدم ومن غير فلوس داخلة له، ماشي، الart عمره ما هيقدر يحقق المعادلة. لازم الart يبقى هادف وبيقدر يكسب البني آدم، يا إما مش هنقدر أصلًا في الأول وفي الآخر البني آدم ده يعيش. فمش هيبقى interested في الart ده، زي ما حصل فين؟ في فوّة. إنما في تونس بالعكس، تونس أصبحت eventually قرية سياحية. تونس أنا آخر مرة كنت في مصر، كنت في إسكندرية، كنت في ديوان، لقيت منتجات من قرية تونس بتتعرض في ديوان. الناس دي بيتعمل لهم معارض في فرنسا وفي إنجلترا وفي سويسرا وفي كل حتة في العالم. الناس دي وصلت لمرحلة يعني they are very accomplished، فحالتهم المادية كويسة، يقدروا يعيشوا. فعشان كده قدرنا نحقق المعادلة. وآخر نقطة rethinking political ideologies. دي نقطة بقى إيه حساسة شوية.
وانا مؤمن ايمان تام ان احنا لازم نكوت الرأسمالية ونفكر في فكرة تانية بحيث ان احنا نقدر نحقق المعادلة. بس دي يعني ايه، دي حاجة تانية خالص. انا خلاص بقى مش هكمل فيها يعني. فده كل اللي عندي بصراحة، واتمنى بجد ان انتوا تكونوا اتبسطتوا، لان انا حاسس ان انا يعني ايه طولت عليكم. وانا I will stop sharing now. يعني برزنتيشن جميل جدا 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 يا باشمهندس محمد. انا صراحه اكسايتد طول البرزنتيشن، وفعلا الستوري نفسها، يمكن انت البرزنتيشن نفسه بيدي اكزامبل لكل الشباب ان هو الستوري تيلينج نفسها زي ما هي ممكن تكون في البرزنتيشن، زي ما هي المفروض تكون موجوده في العماره. مهم. واحلى حاجه عجبتني في البرزنتيشن ان انت ما ذكرت السولار بانل. يعني الحمد لله السستينابيلتي، ويمكن دي رساله قويه جدا ان هو السستينابيلتي مش بس هي الانفايرمنتال سستينابيلتي من ناحيه ان سولار بانلز او شجر او الحاجه دي، هو ده بارت، ده جزء من السستينابيلتي، ولكن يمكن البارت الاكبر هو الستوري وفكره الناس والتفاصيل اللي انت دخلت فيها ديت. انا يمكن عندي سؤال سريع في الأول هسأله، بعدين بعد كده ممكن نفتح الفلور مثلا حوالي 10 دقايق لو معاك وقت. مش عارف انت وقتك هيبقى يسمح مثلا ب10 دقايق كده أو حاجة مش يبقى 10 دقايق فيها وبس ساعة براحتك. أسئلة سريعة كده. السؤال بتاعي هنا الفرق ما بين فوة وتونس. انت قلت ان هو يمكن يكون يعني ان هو في ناس عرفت توظف الارت ده بحيث ان هم يقدروا يكملوا ويخلوه حاجة فيرناكلر او يعني اللي هو هاند كرافت الناس تقدرها. يمكن فوة سقطوا الموضوع ده شوية. فازاي احنا كاركتكتس لو في مثلا تكنيك او في حاجه زي كده ان احنا نساعد الناس شويه، ان هو انت قلت وصلوا في الاخر ان هو بقى الناس اللي هو عندها الورك شوبس بتاعتها بدا يخبي الورك شوب تحت في البيزمنت مثلا او كذا، عشان هو بقى مكسوف ان هو يقول ان هو شغال في الكرافتي. فازاي احنا كاركتكتس ممكن نامباور الحاجه دي، او ان احنا نقوي الحاجه دي؟ ده يرجع مثلا للنقطة اللي أنا اتكلمت فيها في الآخر في الكونكلوجن، اللي هو إيه traditions governing sustainability. فكرة إن كان في رول موديل في الفيوم، أو يعني في قرية تونس، اللي هو مين؟ إيفلين، اللي هي أم أنجلو. كانت هي اللي عاملة عملية الجوفرنينج دي. هي وظيفتها إيه؟ لا هي كانت أركتكت، ولا هي كانت بتاع ده، ولا هي كانت مثلا يعني من الحكومة، ولا الحاجات دي كلها. بس هي كانت يعني فاهمة أهمية الدور، المكان، فاهمني؟ في إن هو يخلق امم. الايدنتيتي بتاعت الناس دي. فهي عشان كده هي كانت دايما بترفض، تقول لك لا ما تبنيش اكتر من دورين، ما تعملش مش عارف ايه. فكره ان فوه ما كانش في حد يساعدها، فاهمني؟ هل لو كان في حد مثلا يساعد فوه، هل لو كان في مثلا وقفوا وقال لك لا احنا لازم يعني ان ما ينفعش ان احنا المصانع بتاعتنا دي كلها، يعني المصانع تتبني هنا، طب هل كان ساعتها كان ممكن تبقى فوه مختلفه؟ اعتقد ان الاجابه ايوه. ايوه طبعا هتبقى مختلفه. فالمعماري مش وظيفته بس يعني ممكن الموضوع ما يبقاش ان انت لازم تبقى معماري، تمام. انا ممكن بقى ادخل لك في فكره ايه، المعماري بقى وينشئ بقى مثلا المبنى بتاعه لازم يبقى بقى مش عارف المكان يبقى فريندلي والفانكشن فور سبيس. بس الفكره ان احنا بنتكلم هنا ان ان هي مش فكره ان المعماري ليه دور، على قد ما برضه في كوميونتي، في مجتمع، ان احنا برضه يعني لازم نفكر في الحاجات دي كلها. والمعماري دوره بقى ان انت لما تفهم الحاجات دي كلها، تبدا بعد كده لما تعمل اي مبنى انت فاهم ان في بني ادمين بيستخدموه، في قصص للبني ادمين دول كلهم. ازاي تحترم القصص دي كلها وتحاول ان انت تخلق مكان بيرحب بالقصص دي؟ بالعكس، لا يو امبريس ات، امبريس ات اكتر، ويحسن المكان عن طريق القصص اللي بتتقال دي كلها. بس سوبر. صراحة البرسبكتيف يمكن فاندمنتال جدا، واتمنى ان احنا حتى بعد كده الطلاب اللي هيخشوا معانا انه ده اكزامبل سستينابيليتي بيور. يعني نتمنى، وهو برضو يعني حاجة to be reminded of ان هو الباشمهندس محمد هيكون بإذن الله في المشاريع بتاعتكم، فهيكون واحد من الجوري ممبرز اللي هيحكموا. هو مشكورا يعني تطوع ان هو يكون
من الجوري ممبرز، فهو هيكون من يعني كل المشاريع اللي انتوا هتطلعوها في الورشة ان شاء الله هو هيشوفها، واللي هياخد درجة كويسة هيبقى الباشمهندس محمد هو او اللي هياخد درجة وحشة ممكن نكلمه بقى. طيب عندنا سؤالين سريعين وانا جدا عايز منهم. هو انا الاول حابب بجد بشكرك جدا باشمهندس محمد يعني على اللقاء الجميل ده. من ضمن الحاجات اللي انا بجد يعني بعيدا ان انا اعرف اسمك من فتره، من حوالي 3 4 سنين، من مهندس منصور كشطه. لو انت اكيد عارف منصور، انا بالنسبه لي كنت اه بقى يعني كنا مع بعض في بوليتكنيكو دي ميلانو. والفرصه الجميله اللي خلت مهندس خطاب يعني يعرفنا بيك النهارده، من المحاضرات اللي انا ما قدرتش اقوم وانا بسمعها. يعني اكتر حد اتكلم عن الاستدامه بدون ما يتكلم في الحاجات اللي احنا كلنا بنتضايق منها. الاستدامه في البني ادم دي والإنسان، والبساطة اللي أنت اتكلمت بيها عن الاستدامة خلتنا كلنا نحس إن إحنا عايزين نعيد رؤيتنا في استدامة المشاريع اللي إحنا شغالين بيها. يعني ناس كتيرة جدا في الجامعة وناس كتيرة جدا في المكاتب فاهمة إن الاستدامة إزاي أوفر كهرباء، ولا إزاي أوفر مية، ولا إزاي أوفر كذا، وإزاي نعمل كذا، ومش باصين خالص على حتة البني آدم والجزئية دي. يمكن سؤالي الوحيد ومختصر جدا في الجزئية دي، شباب كتير بيسألونا في السكول اوف اركتكتشر، يعني بيقول لك لما بنشوف ان الاستدامه مع المشاريع اللي هي زي قرية تونس او مع حسن فتحي او كده، بنحس ان واحد زي فرانسيس كري لما عمل المباني بتاعته بيبقى فيه ايدنتيتي كده، بيبقى فيه كالتشر. انا بالنسبه لي مبسوط وانا شغال في المكان ده. مكتب زي فوستر بيتعامل ازاي في المشاريع اللي ممكن تكون وسط الريتش بيبل بقى، وسط الكوميونتي اللي هو المختلف تماما، اللي بتحس ساعات يعني انا مثلا حاسس ان انا لما يجي لي مبنى في لندن، او يجي لي مبنى في دوله مثلا زي كوبنهاجن او كده، حاسس ان اكيد الناس دي ليها طبع مختلف، ليها افكار مختلف، ليها سياسه مختلفه. بس كمعماري بيتعامل مع مشاريع معماريه ازاي، بيحس بحته الايدنتيتي او الكالتشر ديت، ازاي يشوفها بشكل مختلف لما بيجي يصمم في مكان زي ده. بص، من حكم خبرتي يعني انا مره سمعت كلمه كده، ماشي، عشان بس نقول لك يعني فوستر كان مره البوس لقيته بيقول لي ايه، احنا هنكتب ايه، ده مش عارف الموضوع ده هينفع قوي ان احنا نحطه بحيث ان احنا ايه كده بنحبط فكره قصه الاستدامه. هو شايف الموضوع ان هي قصه يلا، فاهم، يلا الكلام ده ايه هيتكتب في الصحف، هيتكتب مش عارف فين، الناس كلها هتحبه، فاهم. الشركات دلوقتي اصلا بقى في ترند رهيب في كل حته، كل كلاينت عايز ايه، يلا ده انا عايز اعمل حاجه مستدامه، يلا سستينابيلتي، يلا مش عارف ايه، يلا ده انا المبنى بتاعي على فكره واخد بريم، ده واخد اسمها ايه الثانيه، ليدز ولا مش فاكر اسمها والله، اللي هي اللي هي السيرتيفيكت بتاعت البلاتينيوم او الجولد او الكلام ده كله. بالظبط، ده انا المبنى بتاعي مش عارف ايه. والحكومات كمان في كل حته في العالم بقت عايزه تحقق الحاجات دي كلها. شوف دلوقتي مثلا يعني حتى عندنا في مصر بقى برضه بيقول لك ايه، ده احنا مش عارف تارجت 2030 لازم نبقى كل حاجه مستدامه، والسعوديه وفين، كله شغالين بالكونسبت ده. بس انت ترجع تسال نفسك، هو الموضوع ده بجد ولا انتوا بتضحكوا على الدوم؟ كله بيضحك على الدوم للاسف. يعني حتى في فوستر، يعني فوستر شركه راس مالها، يعني هي راس ماليه وبتؤمن بالفكر اللي هو الانفستمنت والحاجات دي كلها. عشان تحقق فكره ان انت تروح تتكلم مع الناس وتفهم القصص والحاجات اللي انا عملتها دي كلها، اللي هو ان انا بحاول افهم بس الشعب ده او البشر دي بتفكر ازاي، والقصص بتاعت الناس. الكلام ده مكلف جدا. ليه؟ شوف انا الساعه بتاعتي بتكلفهم قد ايه، فاهم، او الساعه بتاعت كل موظف بتكلف قد ايه. احنا لسه نعمل ريسيرش يا راجل، بلاش كلام فاضي، فاهم، خلينا نخلص. وبيجي بقى بعد كده الفكره الثانيه، قوانين. طبعا القوانين هنا بتبقى حازمه اكتر بكتير من بلداننا. يعني من حكم خبرتي هنا القوانين مرعبه، والريجوليشنز كتيره جدا 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 جدا، يا الله مقرفه. فانت بتوصل لمرحله اصلا صاحب راس المال اللي هو صاحب الشركه، اتس بزنس ات ذا اند اوف ذا داي، صح؟ ده كله فلوس، انا عايز اكسب. ماشي، يقول لك ايه، هو انا لسه هجرب مواد بنا جديده، ده وانا لسه هجرب مش عارف ايه جديد، وانا لسه هعمل مش عارف ايه. لا يا باشا اللي موجود عيد ايه، اعمل له ريسايكلينج، فاهم. فلو الفكره دي مستدامه وحققت ايكولوجي، يعني حققت فكره اللي هو يلا احط لك ايه 3 4 5 سولار بانلز، يلا مش عارف هنا ايه ده ساوث فيسنج، يلا اعمل لها جو بقى ايه اللي هو الدبل كليزنج اللي مش عارف ايه، ماشيه كده، هي الدنيا ماشيه كده للاسف.
هل ممكن تتغير؟ ده السؤال اللي انا دايما بسال نفسي كل يعني يوم. الكلمة اللي بتقول دايما ان احنا بره مصر الابداع بيكون يعني انا بالنسبة لي مثلا لما سافرت ايطاليا كان اكتر كلمة بتتقال لي الدولة اللي ممكن الريجيليشنز بتاعتها ممكن ما تبقاش زي يوروب وزي لندن وكده، ممكن يكون الابداع فيها اسهل. ففي بعض الناس المصريين هنا اللي يقول لك مثلا اللي بيتخرج من الجامعة يقول لك لا ده انا في دولة ما بتحترمش الابداع والكلام ده كله، ساعات بحس ان احنا عندنا هنا نقدر نتحايل شوية، انما بره regulations is regulations. فانت يعني you can't interrupt it او ان انت تكسرها، ان انت تبريك it. فانا شايف ان احنا محتاجين ان احنا ننصح الشباب النصيحة دي، ان خلي بالكم ان الموضوع زي ما الباشمهندس بيقول الموضوع اكبر بكتير من حتة ان انت تفكر ان في مصر ما عندكش، لا انت عندك. وهم بيستمتعوا بالمعماريين زي فرانسيس كري مثلا لما طلع في دولتهم ليه كرموه، ليه ادوا له بريتزكر او كده، عشان قدر يوصل لمرحلة معينة من الابداع ده على حد علمي. صح. ما هو وعلى فكره الابداع مش دايما اللي هو يعني ايه انت تخلق مبنى شكله واو، فاهم؟ على فكره هو مبني فرانسيس كيري الاول اللي انا حتى اللي انا وريته لكم، وانت لو بصيت له هو مربع وفي شبابيك، القصه اللي وراه هي دي الابداع. هو ان انت فهمت ثقافه الناس. يعني في مبنى أكيد كلكم عارفينه أو لازم هتدرسوه في جزء من فترة من الفترات، اللي هو البومبيديو ده بتاع فرنسا. بومبيديو ولا بومبيديو مش فاكر. الكومبوديو. اه ده اللي هو بتاع اسمه ايه ده؟ إيه الراجل اللي كان شغال مع نورمان؟ نسيت. انا في دماغي انا عارف روجرز. ريتشارد روجرز. اها بالظبط. تمام. هو عمل المبنى من بره والاستراكشر كله من بره، ومن جوه ايه مفيش اي سبيس، ويا تكنولوجي فظيعه والله وفي باريس فايه اللي حصل بقى؟ ان في مره كانوا بيعملوا واحد يوتيوبر يعني عمل انترفيو مع واحده في الشارع، فبيقول لها ايه رايك في المبنى ده؟ قالت له ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انتوا عاملينه لي ده؟ ست كبيره، فاهم؟ ايه القرف ده؟ يا شيخ بلاش قرف. هي دي الفكره، اللي هو انت مش عشان المبنى الاركتكت واخد اووردز وي يبقى الناس اصلا حباه. بالعكس، دايما الاركتكت لازم يفكر ان مش هو بس اللي بيستخدم المبنى ده، هو مش انت اللي معاك الاجابات الصح. انت دارس في كل حاجه، انت تعرف تبني مبنى، ده الاستراكشر هنا لو ما عملتوش كده هيقع، ده لا مش عارف ايه اللي هيحصل. بس انت برضه at the end of the day انت you're building for the people، فانت لازم تبقى فاهم الناس دي عايزه ايه. انت مش بتبني لناس تانية، انت بتبني لهم هم. انت عمال تبني حاجات هم مش عاجباهم، طب ايه؟ فاهم؟ بس انا عندي كلام كتير جدا عايز اقوله، بس هي الفكره كلها ان احنا عايزين نسيب الباب للناس اكتر ان اه هي تسالك. بس هي فكره ان انت اتكلمت فعلا عن مواضيع مهمه جدا. وفكره الست اللي هي انا بجد استلهمت من كلامك ست ام انجلو دي. انا فكرت ان دي اه اصلا تتعمل كتاب ام انجلو اللي جايه من سويسرا على مصر عشان حابه الموضوع، زي ما واحده مجريه من 10 سنين قالت لي يعني ادي لك كام وتاخد جنسيتي واخد جنسيتك المصريه، مع انها مجريه، حبت الاقصر، حبت اسوان، حبت البيئه دي. يعني الباب مفتوح للنقاش، بس يعني انا استمتعت بكلامك بجد وكنت مبسوط جدا ان انت معانا النهارده يعني. ربنا يخليك والله. ربنا واحنا يخليك. بص احنا هنسرق منك 7 دقايق كمان يا باشمهندس محمد لو ينفع. طيب ولا معلش ايه؟ بس يا جماعه يعني انا بس ولا ايه. هتبقى صعبة؟ لا اسرق ولا يهمك، انا بس معلش اعتذركم فاتني كتير انا اسف، بجد، مش عايز هناخد اعمل كده سؤالين تاني. بالظبط، يعني هو سؤالين وانت ممكن تجاوب لا لا عليهم لا بسرعة خدوا هم. راحتكم، انا بس زي ما قلت اول لكم سؤالين. عشان اول الاعصاب سؤال الروحانيه. بيقول: هل ممكن في ثقافة المكان تبقى بتقابل صعوبة في تصميم بعض انواع المباني او مباني مثلا زي هاي رايز، انه الكالتشر وطبيعة الماتيريالز او النظام اللي بيتعامل فيه آه، ما يتعملش في المباني المطلوبة، يبقى مخالف عادي عن الثقافة؟ أعتقد السؤال هنا بيسأل إنه هل ممكن أو هل صح أصلا الحاجات اللي بتحصل إنه المباني تبقى مخالفة لثقافة المكان، زي ما عندنا بيبنوا مثلا أبراج أو يبنوا من خرسانة أو حاجة زي كده. آم، فأعتقد يعني انا هسالك سؤال يس. دلوقتي، انت لو رحت مثلا قريه تونس، تمام؟ مش عارف الشاشه ليه اسمها مره. المهم لو رحت قريه تونس دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ انت لو بنيت لهم برج هناك، الناس اصلا خلاص وصلت لثقافه ان هي رافضه الحاجات دي. هي بالنسبه لها انا متعوده على كذا كذا كذا، تمام؟ طيب لو رحت مثلا دلوقتي اسكندريه او القاهره، اللي حصل العكس، الثقافه اصبحت ايه؟
المباني الطويله والمباني العملاقه، وخلاص بقت الاجابه ما ينفعش ان انت ما تبنيش الاماكن العاليه دي. عدد السكان الكبير اللي كل يوم بيزيد، وزياده على كده مساحه الارض اللي عماله بتصغر عليك، تمام. فانت طبعا لازم اجابتك ان هي ايه؟ ان انت كل شويه تعلي من البنيان بتاعك. بس السؤال هنا، هل انت تقدر تخلق اماكن بالعكس تبقى يعني ماتش مور انترستنج للبني ادم اللي عايش فيها؟ انت مثلا تشوف دلوقتي انا بنزل اسكندريه، انا بحس ان انا مخنوق، فاهم؟ انا اتخنقت مخنوق وانا قاعد في اسكندريه. ال- الناس دلوقتي حتى لما تشوف اي ابلكيشن جديده، اي بلاننج ابلكيشن او اي حاجه، اللي هو ايه، احنا عاملين منور. طب يا جماعه، حد فاهم اصلا ان المنور ده اهميته ان هو مكيف طبيعي في المبنى؟ ليه تقوم حاطه لي في الحمامات؟ حطه على اوضه النوم. يعني يا جماعه بالله عليكم، ما يعني ليه نعمل كده؟ ليه ما فيش فكره ان احنا نفهم احتياج البني ادم ايه، بدل ما احنا بنفكر يلا ده انا هحط له تكييف. طب ما التكييف ده بيكلف. هل كل الناس تقدر ان هي تجيب تكييفات؟ ودلوقتي مثلا يعني مش في ازمه طاقه في مصر، يعني الكهرباء بتقطع، الحاجات دي كلها. ما احنا كان ممكن نتجنب الحاجات دي كلها عن طريق ان انت بس تفهم البني ادم ده عايز ايه. فده برضو من الاسئله اللي الواحد لازم يسالها، او ان احنا جميل جدا. لازم نفكر كمعماريين، اللي هو مش مجرد ان انت بتبني، لا انت لازم تفهم، لازم تفهم البني ادم بس. تحفة. السؤال اللي بعده بيسأل ازاي الصناعات دي ممكن تستمر، سواء الفخار او النسيج، وازاي نجذب الناس تاني للصناعات دي بعد وجود منافسين زي المصانع والحاجات دي. مم. الفلوس طبعا دي مهمه جدا، صح. لازم ما ننكرش ان انت دلوقتي كل ما الحاجه البضاعه بتغلى ويبقى ليها مقابل ارخص، انت هتروح للارخص اوتوماتيك، يعني مش محتاجه نقاش، تمام. فطبعا بيبقى فيه برضو دور للدوله ان هي تحمي الصناعات دي كلها، ولكن في اي دوله في العالم. هو الصوت قطع، في الصوت قطع. رجعت تاني. فبقول لك في اي دوله مش كل الدول بتعرف تحمي ايه صناعاتها، نادرا جدا اصلا. عشان كده تشوف مثلا في كل حته في العالم الصناعات عماله بتموت كل شويه، اللي هي الفنون اليدويه، getting replaced بالصناعات اللي هي ايه، الصناعيه. بس الدور بقى على الناس اللي بتصنع الحاجات دي، تمام، ان هي دايما تبقى مبتكره. الجماعه بتوع قريه النزله اللي عجبني فيهم، طب ما في ماركت جديد فتح، طب انا ليه ما ادخلش في الماركت ده؟ انا ليه لازم اعمل بلاليص؟ ليه يعني لازم يبقى بلاص يتحط فيه جبنه؟ خلاص البلاص ابو جبنه ده مات، مفيش حد دلوقتي بيستخدم البلاص غير نادرا جدا 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 جدا، تمام. انا ليه ما استخدمش مثلا دلوقتي ادخل الصناعات دي في حاجه جديده، اللي هو زي ما قلت لك بيعملوها مثلا حاجات ديكوريشنز بتاع الحاجات دي كلها، تمام. الجماعه بتوع الفيوم بتلاقي صناعاتهم يعني عندهم وايد سبريد، تمام. بيروحوا هنا وهنا وهنا وبضاعتهم في كل حته، عاملين ماركتنج لنفسهم. ما هو ده برضه بيجي الجزء ان انت لازم تعمل برضه ماركتنج في الاول وفي الاخر. وغير كده كمان، انت لو رحت اصلا كمان الفيوم، او قصدي يعني تونس، في فيستيفال الصناعات بتاعتهم كل سنه بيحصل برعايه الدوله برضه. وفي بيعملوا بيعملوا فيستيفالز بره مصر، تمام. كل سنه بيروحوا. ده طبعا يعني الناس تمكنت ان هي تعمل حاجه زي كده عن طريق الكونكشنز بتاعت مين؟ بتاعت ام انجلو اللي هي ايفلين، تمام. فوصلوا ان هم بقى يعني الناس عارفاهم، فالتارجت اودينس موجود. وغير كده كمان انت دلوقتي قريه تونس وصلت ان هي بقت قريه سياحيه حاليا. يعني بقى في ناس كتير قوي 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 بتروح قريه تونس للسياحه، بتشوف الجمال اللي هناك والحاجات الحلوه، فبينتهي بيهم الوضع، ده انا عايز اشتري والله المنتجات اللي هناك حلوه جدا. وتقدر ان انت تروح هناك وتلعب اصلا بالطين، او تعمل انت كمان خزف وحاجات زي كده. ففي يعني انتر اكشن ما بين الببليك والايه والارتست على طول، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. فالصناعه ما بتموتش. بس اللي انا خايف منه بقى بامانه، كل ما المكان يزيد سياحيا، يعني بيزيد عليه الرجل، السياحه بتكتر فيه، كل ما الناس اصلا بتوصل لمرحله اللي هو ايه، يعني النفوس بتتغير، الناس بتتغير، وي 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 الناس بتفضل بقى يعني
والسياح كل ما يدخلوا على المكان تحس ان هم يعني بيبقوا توكسيك اليمنت على المكان. شوف مثلا دلوقتي انا لسه قاري خبر من يومين من برشلونه نازله مظاهرات البني ادمين اللي فيها كفايه سياح، احنا عايزين تقطعوا السياح عن المدينه. طب ليه يا جماعه؟ ده بتدخل كميه دخل للمدينه. لا، مدينتنا بقت مقرفه قذره، ما فيهاش يعني ما فيهاش الفلوس لينا بتاع الحاجات دي كلها. ما اعرفش، مش عارف ايه اللي هيحصل يعني في المستقبل لقريه تونس. خلينا نشوف. ولا اتفق معاك صراحه. موضوع ان هو احيانا فكره ان البلد يبقى سياحي او المدينه تبقى سياحيه احيانا بيقلب الموضوع من ان هو ده طبع الناس لان هم يبداوا يتصنعوا الحاجه ديت يعني. طيب احنا عشان موضوع عنصر الوقت احنا وصلنا اوريدي و20 دقيقه، فاحنا مش عايزين نيجي على الباشمهندس محمد. هنحاول ان كل الاسئله اللي اتقالت او اتذكرت في الكومنتس احاول ابعتها للباشمهندس محمد بشكل شخصي، ولو هو ممكن يرد علينا في الاسئله ديت بعدين، وهنبقى نحاول ننشر الاجابات دي. حابب أشكرك جدا 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 يا باشمهندس محمد على المحاضرة الجميلة جدا ديت، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة، ويبقى لينا فرصة تانية بإذن الله إن أنت تكون معانا في محاضرة تانية. للشباب ده أول جزء من المحاضرة بالنسبة للشباب المشتركين في ليفل 02. إن شاء الله هنكمل بعد 5 دقايق بريك كده. بعد ما ممكن مثلا كمان 5 دقايق مثلا من دلوقتي هنرجع مرة تانية عشان نشرح لكم الليفل بطريقة مفصلة. مرة تانية حابب أشكر الباشمهندس محمد، وحابب مرة تانية يعني نسقف له كلنا شكرا على شكرا البرزنتيشن خاص يا الجميل باشمهندس ده. على يعني بجد شكرا جدا. الناس كلها مبسوطين جدا بحاجه زي كده، ونتمنى ان شاء الله في تعاون مستقبلي ودايما كده تكون مفيد. وعلى فكره انت قلت حاجه في اول الميتنج، انت قلت ان يمكن انت يعني ما شفتش الموضوع ده قبل كده او ما يعني المهندس خطاب لما جه يكلمك فانت قلت له يلا نخش. لا، انت لازم تكون مفيد اكتر من كده. بجد ناس كتير محتاجه تسمعك لان القائك جميل جدا، وبجد انا انبسطت قوي 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 من المحاضره النهارده. ربنا يخليك والله شكرا العظيم. جدا. انا اصل خلي بالك دي اول مره يعني كنت بدي يعني مش محاضرات، يعني حاجات كده على الماشي في الكليه مش عارف ايه. عملت فولunteering قبل كده برضه، بس يعني عمري ما اتكلمت عن حاجات في الاركتكتشر وبتاع، فبالذات توبيك زي ده يعني انا طول عمري كنت لا، متخيل انه السنس محدش بتاعك، السنس اللي انت اتكلمت بيه والروح اللي انت اتكلمت بيها واحساسك وفنك باين جدا في المحاضره. حتى في ناس كتير جدا استمتعت وبجد كانوا مبسوطين جدا من اللقاء. بجد شاكرين جدا ليك يا باشمهندس. ربنا يخليك. وبجد يعني انا يعني احب ان انا اسمع فيدباك برضه من الشباب، يعني لو كان كده يعني ابعتوا بإذن لعبد الرحمن وهو بيبعت لي بقى الفيدباك. أي حد عايز يسأل نطور أي بقى من أسئلة نفسنا. للباشمهندس محمد. بس حقيقي. يعني هحاسب لكم الساعة بتاعته بالاسترليني بقى بالاستدامة. لا اه لا، شكرا جدا يا والله باشمهندس الساعة محمد. ما بتاكلش عيش هنا الحمد لله. يلا. شكرا جدا يا باشمهندس محمد، وان شاء الله تبقى معانا مره تانية كده. وشاكرين جدا لكل الناس اللي حضروا. باذن الله هناخد 5 دقايق ميتنج كده، 5 دقايق بريك كده، وهنرجع لكم مره تانية. شكرا جدا ربنا ليكم يخليك. جميعا. شكرا مع شكرا السلامة. يا كوتش. مع شكرا يا السلامة. باشمهندس.